يا شيعة أهل البيت، يا شيعة أرد أخاطب شنو؟ ضميركم وجدانكم. ليلة العرس أنت يا أبو العروس أو يا أخوها تنزل بنيتك من السيارة وتدخل في صالة النسوان. ليش؟ خلنا نوقف شوية. هذا المذهب صحيح؟ هذا الغيور يرضى بالغيور؟ هو اللي في الصالة بس بنيتك وأخواتك بس محارمك؟ ليش تدخل؟ لا ويدخل والأغاني موجودة بعد. وحتى لو كانت اللي تغني مرأة، صار اختلاط، هذا حرام. خليني الآن نوقف شوية هالوقفة بضع ثواني أو دقائق. هل نفكر في القضاء على هالظاهرة أو ما نفكر؟ شو تقولون يا شيعة الزهراء؟ تفكرون إن شاء الله؟ خلينا نفكر. لا ترى ما في شيء مستحيل، ترى نفكر. أنا أنوي أقول إن الله وفقني وزوجت واحدة من بناتي أو واحدة من خواتي وقالوا لي النسوان زين دخل البنت لين كسر خاطرها، أقول خلي عسى خاطرها ينكسر، أنا ما أدخلها ولا أعصى الله. أوقفها عند باب الصالة، تجي زوجتي تجي أم البنية تأخذها. هذا أنوي هالشكل. وبعد أنوي شيء ثاني، وأنوي إذا سمعت أن صديقي بيزوج بنته أتكلم وياه من النهار، أقول سمعت كلمات علمائنا، سمعت على منبر الزهراء ليلة الخامس فتوى السيد الخوئي وفتوى السيد السيستاني، أرجوك لا يضغطون عليك النسوان وتدخل بالبنية. الله. وإذا يصير منك موقف تقول واللي يدخل على النساء يدخل بنيته على النساء ما نبارك له ونهجره. هذا بعد موقف منك جريء جدا، جريء جدا جدا. وهذا هو المطلوب، أن الإنسان بعد ما يعاند يقاطع. الإمام الصادق يقول سلام الله عليه: لو أنكم إذا رأيتم الواحد من شيعتنا يعصي الله ثم قمتم بنصيحته فإن انتصح فالحمد لله، وإن عاند قطعتموه فإنه سيضطر إلى أن يترك المعصية. ليش؟ لأنكم حينما تقاطعونه رفعتم أيديكم عن رجل واحد. يمكن المجموعة لها أن تستغني عن واحد، ولكن الواحد هل يمكنه أن يستغني عن المجموعة؟ لا يمكن أن يستغني عنه. فيضطر شو يقول يلا خلاص صار عيب عرفي ما ندخل، يلا دخلنا البنت الأولى، البنت الثانية اللي بنزوجها أو أختنا الثانية اللي بنزوجها بعد ما ندخل وياها. نعم، أمروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر. هذا احنا ليش نقيم المآتم؟ شيعة البيت ليش يقيمون المآتم؟ حتى ينبهوا، حتى يحيوا أمر أهل البيت. أحيوا أمرنا. شنو معنى أحيوا أمرنا؟ يعني بينوا عقائدنا وبينوا سيرتنا بينوها، وحث الناس على الالتزام بالسيرة. هكذا سيرة الزهراء، هكذا سيرة فاطمة سلام الله عليها، زفها رسول الله إلى زوجها. أنت يا شباب اللي قاعد تسمع الآن ماتم الزهراء، اللي ما تزوج الله يبلغ يتزوج إن شاء الله، يتزوج بحق النبي وآله. من تتزوج اقعد مع الرجال بس. من تقول لك أمك تعال لصالة النساء قلها معذرة، قعدي أنت مع النسوان وخلصوا زين. من تخلصون بعدين زوجتي تودونها الغرفة الشقة اللي أنا مستأجرها أو شقة أبويا، وتقعدين أمي وأخواتي وأرحامي، وأنا أجي من عند الرجال وأدخل على زوجتي كما فعل رسول الله بأمير المؤمنين والزهراء. أما أنا بعد كشباب ما لي غرض، بعد ما أخلص من عند الرجال يودوني في صالة النسوان وأمام الأجانب وأمام المحارم وغير المحارم، خذها وكلها كيكة وسوي وكذا وكذا. ليش صدق ليش؟